انا بوصل شحن الموبايل في الكهرباء، ايدي جت على طرف السلك بس ما اتكهربتش. هو ايه اللي بيخلي الواحد يتكهرب؟ طيار. يعني انا محتاج احسب التيار. Let's go. الشاحن بيخرج 5 فولت، ومقاومة الجلد وهو ناشف من 1000 ل 10000 اوم، ولو خدنا المتوسط اللي هو 50000 اوم اقدر احسب التيار اللي داخل الجسم باستخدام قانون اوم اللي بيقول انه التيار بيساوي الفولت على المقاومة. يعني 5 على 50000 بيساوي 1 على 10000 واضرب في 1000 علشان نحولها لملي امبير. يبقى انا كده دخل لجسمي تيار 10 ملي امبير. الشوية دول بقى ما يكهربوش. علشان ابدا احس بالتيار لازم يخش لي 1 ملي امبير تيار متردد زي اللي بيخرج من الحيط، او يخش لي 5 ملي امبير تيار ثابت زي اللي بيخرج من الشاحن او من اي بطارية. لما كده لو محتاج اتكهرب يا اما اعلي الفولت او اقلل المقاومة. كفايه بقى. لا كمان واحد. علشان اعلي الفولت يبقى لو حطيت سلكتين عريانين في الكهرباء كده هيخش لي 230 فولت صافي. 230 فولت على 50000 اوم اللي هي مقاومة جسمي، يبقى تقريبا كده هيخش لي تيار متردد حوالي 5 ملي امبير. دول بقى حلوين، هيكهربوا، هتتكهرب بس مش قوي، يعني هيكون شعور مزعج بس جسمك هيعمل فعل لا ارادي وهتسيب السلك. بس لو عرقان او جسمك مبلول كده ممكن التيار اللي يخش لك يبقى اعلى، ولو عدى 9 ملي امبير ممكن تحصل لك تقلصات للعضلات وتفضل ماسك في السلك لحد ما تموت. خلاص يا عم سيبك من موضوع التيار المتردد والسلكتين العريانين وروح جرب تاني في الشاحن. بس ازاي اعلي الفولت في الشاحن والشاحن كده كده مش بيخرج غير 5 فولت، فانا كده مش هقدر اعلي الفولت. بس اقدر اقلل المقاومة، لانه لو رحت بليت ايدي او جسمي عموما مقاومة جلد ممكن تقل من 10000 توصل لحد 1000 اوم. حلوة جو الفكرة دي، اروح ابيل ايدي. يلا بينا. يلا بينا ايه يا صاحبي؟ ايه اللي انت فيه ده؟ قاعد طول الفيديو مستني اللحظة الكهرب فيها بدل ما تعمل لي لايك اني عرفتك معلومتين ينفعوك في فك الزنقة. لو فكرت كويس هتلاقي كل الحسابات اللي انا عملتها دي ابعد ما يكون عن الدقة، لانه اصلا مقاومة جلد حضرتك مش ثابتة وبتتغير بناء على حاجات كتير جوه زي درجة الحرارة وزي الرطوبة وزي حضرتك عندك جروح ولا لا وحضرتك عرقان ولا لا. كل العوامل دي بتأثر على مقاومة جلدك، بل حتى ان مقاومة الجلد نفسها للناس مختلفة عن بعض. يعني لو حضرتك دخلت تشوف على النت هتلاقي انه كل المواقع بتقول لك ان مقاومة الجلد من 1000 ل 100000 اوم زي ما انا قلت في اول الفيديو، بينما هي موجودة في كتاب المدرسة ان مقاومة الجلد بتتراوح من 500,000 اوم ل 2 مليون اوم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مقاومة الجلد بتختلف من شخص لآخر. الباحث تشارلز ديزيان عمل قبل كده تجارب كثيرة على البشر والحيوانات وطلع لنا بالجدول ده اللي بيوضح فيه عوامل مختلفة اللي بتأثر في مدى خطورة التيار اللي هيخش لك. يعني مبدئيا كده أختي العزيزة حضرتك بتتأثر بالتيار عند حدود أقل من الراجل بيتأثر بيها، وكمان نوع التيار اللي هيخش لك إذا كان ثابت أو متردد، وده بيحدد بشكل كبير خطورة التيار عليها. ده غير إنه التيار اللي هيخش لحضرتك مش هيمشي كله في نفس الطريق، لأنه جسم حضرتك غير متجانس، وده معناه إنه في أجزاء في جسمك بتتأثر التيار بشكل مختلف. يعني مثلا لو حضرتك ماسك طرفين السلك بصباع واحد فالتيار هيمشي في الصباع ده بس، ولكن لو حضرتك ماسك طرفين السلك بديك الاتنين فكده التيار هيعدي على عضلاتك وعلى قلبك وعلى أعصابك وانت وظروفك بقى، وكل حتة من دول بتتأثر بالتيار بشكل مختلف تماما. أقول لك بقى الكبيرة، أصل التيار لوحده مش هو اللي بيقيس مدى خطورة التيار عليها. وحكي الشاب اللي قدامك ده عنده قناة على اليوتيوب في فيديو وهو بيكهرب نفسه بكل الطرق الممكنة عشان يثبت انه مش قيمة التيار بس اللي هتحدد انت هتتكهرب ولا لا. يعني مثلا في المشهد ده هو بيعرض نفسه لتيار 3 ملي امبير. ده تيار لو رجعنا للجدول ده المفروض يكون حضرتك بتقابل وجه كريم علشان ما دوخكش معايا في 6 عوامل بيحددوا اذا كنت هتتكهرب ولا لا، وخطورة الكهرباء عليها، نوع التيار ثابت ولا متردد، والتردد اللي بيتقاس بالهرتز، وشدة التيار اللي بتتقاس بالامبير، وفرق الجهد اللي بيتقاس بالفولت، وكمان القدرة الكهربية بتاعت المصدر اللي بتتقاس بالوات، واخيرا مدة التعرض للتيار. يعني حضرتك هتفضل في تلامس قد ايه مع التيار ده. فمع معرفة كل الحاجات دي بقى يا صاحبي خلي بالك جو من أي كهرباء، لأنه حتى بطارية عرة زي ده ممكن تكهربك. اللهم بلغت اللهم فاشهد. يلا سلام.